ازيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ النهارده جاي اكلمكم عن حاجه مهمه وهي العلاقات، بس جاي اكلمك عنها بشكل مختلف، عن قصتي انا مع العلاقات، وكان ازاي ليها تاثير واضح في المحتوى اللي انا بقدمه، وازاي المحتوى ده خرج لكم. حلو. اول حاجه هنتكلم عن الصحاب. ازاي صحابي ساعدوني في ان انا اقدر اخرج محتوى كويس يليق بيكم وينفع ينزل على النت، او اخرج افكاري اللي في دماغي ويساعدوني في تحقيقها او تحقيق المحتوى اللي انا عايز اعمله ده. اول حاجه، انا لما جيت اصور كنت عطلان في كذا حاجه، عطلان اللي انا والله عايز اطلع الحاجه مليون في الميه. جه صاحبي ببساطه وقال لي فكك من ده كله، خد تليفونك روح في المكان الفلاني وصور وابدا ومالكش دعوه. صور وطلع كل اللي في دماغك، طلع كل افكارك، طلع كل الكلام اللي جواك، طلع الحاجه اللي انت فعلا عايز تقولها، ويعني ما تعتمدش على حاجه عشان تبدا. بعدها بشويه حبيت احتاج حامل عشان كنت اصور في البيت. والله قلت لصاحبي انا عايز حامل وما عنديش حامل ومش عارف ايه، وانا هجيب واحد بس يعني ايه، انا عايز اليومين دول انجز نفسي عشان ابدا اصور وابدا انزل وبتاع. وجربت اصور في البيت فما ظبطش، على طول جالي في نفس اليوم جالي لحد عندي لحد البيت، خد ده الحامل صور بيه وعيش حياتك. وخلاص ما طلبوش مني لما انا اللي جبته له اصلا، يعني انا اللي جه برده خده، كان هو جنب مني فقمت انا مديه له خلاص عشان الحامل بتاعي جه. ويعني ده بص اهو، ده كده اتنين، يعني هو واحد خلاني ابدا وواحد اداني الحامل بتاعه، واللي اداني الحامل بتاعه دلوقتي بيديني المايك بتاعه عشان اصور بيه. تمام. فيعني انا بقول لك اهميه علاقاتك، ازاي انت يعني مش هقول لك تستغل علاقاتك او مش تستغل اللي حواليك، لا بالعكس، ان انت تستفاد منهم، ان ازاي هم مهمين في حياتك. يعني مثلا انا لو ما كانش مثلا معايا صاحبي ده اللي هو قال لي ابدا على طول، ما كنتش عمري هبدا. ولا كان معايا صاحبي اللي هو عنده حامل، كنت هتعطل مثلا يوم واثنين وثلاثه، بحيث ان انا مش عارف اصور، مش عارف انزل، والله مش عارف اعمل ايه وبتاع، وهتحجب بالظروف. هو على طول الحامل اهو، المايك اهو. فده هو ساعدك بعلاقات، يعني علاقاتك دي هي هتساعدك، هتسهل لك حاجات كتير. ان الفكره اللي مش واصله للناس، والله انا لو كلمت فلان فده احراج ليا، لا عادي. هو الناس اصلا طبيعه البشر ان ربنا خلقنا ان احنا البشر المفروض تحتاج بعضها البعض، ما خلقناش ان هو تعيش لوحدك. بالعكس، هو ربنا خلق له ربنا خلق ادم وخلق لادم حواء. ليه؟ عشان ما كان ممكن ادم يعيش لوحده بس لا، ربنا خلق له ناس، وربنا خلقنا عشان احنا اصلا نعمر الارض، عشان نساعد بعضنا بعض، مش عشان نعيش لوحدنا، مش عشان نعزل نفسنا. وده غلط. انت لما انت يعني حد يساعدك او انت تساعده، ده حاجه كبيره جدا. ومفيش حاجه اسمها صاحب مصلحه او صاحب مش عارف ايه. في الاول وفي الاخر كلنا بنحتاج بعضين. تمام. ده كده ايه، خلصنا حته الصحاب في الحته دي. الحته الثانيه الاهل. الاول طبعا اهلي كانوا رافضين مذاكرتك، وازاي هتوازن بين ده والتصوير والمذاكره ومش عارف ايه وها وكانوا رافضين تماما الحوار ده. طيب، بس بعدين عرفوا ان انا كنت بفكر اشتري حامل، والله انا عايز اشتري حامل ومش عارف ايه وعايز اجربه، وكنت اخدت حامل صاحبي اجرب عليه ومش عارف ايه. طيب ايه رايك؟ فبعدين هم طبعا كان الاول رافضين الفكره، بس ابويا لما شاف انا فعلا جد في الفكره، ان انا فعلا واثق من اللي انا عايز اعمله، انا حاسس اللي انا عايز اعمله، وفعلا انا شاف ان اللي قدامه راجل مستعد يعمل اللي هو عايزه ده مقابل اي حاجه، وهو في الاول في الاخر مش هيأثر على مذاكرته وهيعرف يوازن بين الاثنين. تمام. ابويا قال لي تمام انا هجيب لك الحامل من فلوس انا. قلت له لا، انا بس كنت مستني موافقتك وانا هجيبه من فلوسي. وقد كان وجبت الحامل من فلوس انا، جبت الحامل من فلوسي وصورت بيه، ودلوقتي بصور اهو بيه وان شاء الله قريب اجيب مايك. تمام. دي علاقاتك مع اهلك وعلاقاتك مع اصحابك، ازاي استفدت منها، ازاي ساعدتك. مش دايما لازم تقول مثلا ده صاحب مصلحه فابعد عنه، بالعكس، انت صاحب مصلحه ده هيفيدك وتستفاد منه. دايما دور على العلاقات الصحيه، دور على العلاقات اللي فعلا اللي هي تغنيك. يعني مثلا لو جينا نبص على البيزنس مليان علاقات، فلان كلم فلان مش عارف ايه عشان ايه، التسهيلات. كل ده دي تندرج تحت العلاقات، بتسهل لك حياتك وبتساعدك انت شخصيا. دلوقتي برضو هكلمكم على حاجه مع اصحابي، على حوار المذاكره والامتحانات. يعني مثلا
انا مثلا خلصت ماده، صاحبي خلص الماده الثانيه، والله انا مش فاهم جزئيه في الماده الثانيه دي، فهو شارحها لي او ملخصها لي بسرعه. انا كذلك مثلا انا ممتحن قبله فبدي له اسئله، هو ممتحن قبلي ادي لي اسئله عشان نعرف الافكار اللي جايه في الامتحان. كده بتساعد انت وصاحبك، بتساعدوا بعض على المذاكره ايا كان. انت مثلا معاك معلومه هو مش معاه معلومه، او انت معاك المعلومه متشوشه هو معاه المعلومه كامله فبيديها لك، بتساعدوا بعض، فده بيسهل لك الحياه. ان انت لكن ما تقولش العلاقات مش هتساعدني او مش هتسهل لي. حاول تبني العلاقات الصح، حاول تبني العلاقات الصح. دايما في علاقات حواليك، في علاقات مع الناس اللي انت بتصلي فيهم في المسجد، في علاقات مع الناس اللي معاك في الجامعه، في علاقات مع اهلك ازاي تحسنها وازاي تقويها. في اهل ما بعيدين عن عيالهم وده غلط. طبعا برضو بيكون الابناء هم اكتر، لان ابوك مش هينفع يجي هو اللي يكلمك او هو اللي يشدك تيجي تكلمه. انت المفروض تحاول توصل لابوك اكتر وتحاول توصل لوالدتك اكتر، بحيث ان انت ينشأ بينكم الترابط. هو اكيد ممكن مش فاهم اللي انت فيه، بس انت حاول تبسط له وتحاول تسهل له الفكره اللي في دماغك. حاول تشتغل بطريقه، حاول يعني تديله الفكره بالطريقه اللي تناسب سنه واللي بتناسب ان هو ابوك. يعني ما ينفعش تكلمه زي ما تكلم صاحبك، لازم توضح له الاحترام والتقدير لابوك ده. حلو حلو، ده بالنسبه للاهل. وبس كده نكون خلصنا الفيديو، وان شاء الله يعجبك، ولو عجبك حط لايك واعمل فولو عشان كل جديد ان شاء الله، وسلام.